عسلامة ومرحبا بكم في قناتي أسرار سناء. اليوم مش نعمل لكم جيلات بالبسكوي، فكرة حلوة وسهلة واقتصادية. باكو بسكوي، بسكوي السيدة تنجم تستعمل، المهم بسكوي الجاف، 2 بيض، باكو كريمة الخفق 500 جرام اللي معناتها نستعملوها في الحلو، 2 ملاعق كبار الكاكاو المر، 150 جرام سكر بودر، سكر الرطب، الآلة متاع الخفقة الكهربائية نعملوا بها الكريمة، طبق ألمنيوم، من الأفضل ألمنيوم مش طبق عادي باش نجموا نحيو الجيلات هذالي بالبسكوي. هنا صبيت الكريمة ومش نخفقها لين تولي موس. هنا نخلطها نخفقها في نصف المدة. هنا نكمل الخفق ونرجع لكم. هنا كما قلت لكم نصف المدة، تو باش نضيف السكر البودر ونكمل الخفق لين تولي لي موس. حضرت الكريمه متاعنا كما تشوفوا، يبدا تعمل لك المنقار، معناتها هي حاضره. تو مش نضيف 2 ملاعق الكاكاو. هنا الاصح والافضل البيض قبل الكاكاو، اما مش مشكله انا اضفتهم بعد الكاكاو. تو نخلط الكل بالكدا ونتحصل على كريمه لونها معناتها لونها شوكولاته. هنا تو حاضره الكريمه متاعنا. نحضروا وعاء نحطوا فيه حليب بارد، والبسكوت متاعنا حضرناه حطيناه في وعاء اخر. تو احنا باش نغطسوا البسكوت في الحليب، والكريمه متاعنا بالطبيعه حاضره، والطبق قدامنا الالومنيوم. وهذه الطريقه اللي باش نحضر بها الجيلات البسكوت. نحطهم بجنب بعضهم. كما تشوفوا في الصورة هنا انتم الطبق اذا يهز لكم 4 كعبات، بالطبيعة انا خاطر مازاليش مش نعمل 3 طبقات. بعد نغطيه بالكريمة اللي حضرتها، ونحط كمية باهية، ونعمل طبقة اخرى من البسكوي، ونفس العملية نغطس في الحليب ونحط فوق الكريمة اللي حضرتها. كملت الطبقة الثانية كما تشوفوا. تو نغطيها بالفيل الغذائي ترانسبارون باش ما تتبليش في الفريغو، خاطر انا باش نحطها في الفريغو تقريبا 3 سوايع 4 سوايع، ولا في ساشي معناتها تكون نظيفه نغطيو بها الطبق الجيلات هذا. خرجت الجيلات بالبسكوي من الثلاجه بعد 3 سوايع. كما تشوفوا منظره كانه مشري من الشارع، منظره مزيان، خلفه اللي هو بنين ياسر ياسر، وتفرحوا بيها ولادكم، وبالطبيعة ما يكلفكم حتى شيء كما شفتوا. ان شاء الله عجبتكم الفكرة هذه والوصفة هذه، فرحوا بها اولادكم وضيوفكم على غفلة. كان عجبتكم الوصفة هذه حطوا لي جيم، وتابعوني على الفيسبوك والانستغرام، وتنقل لكم في الامان.